رول وفر ملفوف ما شاء الله، بنشتريه يعني اقل حاجه 5 جنيه، 5 جنيه القطعه. بسم الله ما شاء الله، وحاجه جميله جدا ومش مكلفه. بسم الله ما شاء الله، يعني هيحب. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. في المكونات هي بسم الله الرحمن الرحيم: كوبايه الا ربع دقيق او كوبايه ممسوحه يعني دقيق، نص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع لبن، معلقتين ونص كاكاو بمعلقه الاكل اللي هي بنغرب بها الرز، 3 معالق زيت نفس المعلقه، ذره ملح، حبه نقطتين فانيليا او ظرف فانيليا، ومعلقه بيكنج باودر واحده. تعالوا نبدا مع بعض كده يا حبايبي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كوبايه الدقيق يا حبايبي كده، كوبايه الا ربع. بسم الله. داخلاها بس هناخدها مره تاني عشان ده بيدي هوا للدقيق بتاعنا، والحاجه بتاعته تطلع مقرمشه حلو. معلقه البيكنج باودر اهي، يعني نص الظرف ده ناخد نصه بس. اضيف ذرة الملح هنا برضه، ما ننساش ذرة الملح دي لان دايما تعادل الطعم معانا. هعجن في نفس الطبق. السكر كوباية الا ربع من السكر او نص كوباية عشان ما يبقاش حلو زيادة. بسم الله. السكر بودرة. الحليب بسم الله، دافي، الحليب دافي مش بارد. الزيت 3 معالق زيت صغيرين، معالق الاكل بنغرف بها الرز دي بناكل بيها. الفانيليا بسم الله. المواد الجافة. العجينة تبقى أتقل من عجينة الكيكة شوية. لو حسيت ان هي تقلت معاكي حط حبة لبن، لان انا حاسة ان هي كده تقيلة شوية، فعايزة حبة لبن على حسب نوع الدقيق. في دقيق ياخد سوائل ودقيق لا، مفيش اي مشكلة. هجيب معلقة لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تبقى الخطوات كلها قدامكم بس كده. ممكن تعمليها في الخلاط، تضربها في شفشة في الخلاط. الاساسي بتاعنا كوباية الا ربع لبن، بس لو احتاجت تضيفي على حسب نوع الدقيق. بصوا سايلة ازاي، لازم تبقى سايلة كده. يلا بينا نروح على البوتاجاز نعمل اقراص الوفر بتاعتنا. حطيت يا حبايبي الطاسة على النار وسخنت، بس على نار هادية، النار ما تبقاش عالية. بالراحة على مهلك كده وظبطيها عشان تطلعها دايرة يعني. هنستنى عليها تستوي براحتها على النار الهادية علشان اعرف الفها بعد كده.
اول ما اقلبها اضغط عليها كده. مش هتاخد سوا كتير طبعا، بالشكل ده كده. الصوصه هنا اللي هي الشليمو دي تحت العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم كل واحده اعملها ابرمها كده على طول، الفها كده يعني بالشكل ده كده، عشان تبقى مفرغه من هنا ومن هنا، عشان ده لسه هيخش الفرن وهيتحشي. شايفين هي مجوفه ازاي؟ هكمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده كده، ونرجع مع بعض في النهايه نشوف هنعمل ايه فيه. دي الكميه يا حبايبي اللي طلعت معايا اهي من المقدار البسيط بتاعنا اللي عملناه ده. عندي صينيه زي كده، صينيه بتاعت فرن عادي او اي صينيه عندك، حط فيها ورق الزبده كده ورصيهم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هولع الفرن من تحت واحطه على الشبكه في النص، في النص بالظبط كده، مش هنزل الشبكه يعني لتحت. 10 دقايق بالظبط لغايه ما يتجرمش معايا وتنشف كده. حتى لو هي طالعه طريه من الفرن بعد ما تبرد هتنشف. هدخلهم الفرن يتحمصوا، وبعدين هنرجع مع بعض نحشيه على ما اعمل الحشوه بتاعتنا. وده شكله يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله. ما ولعتش الشبكه من فوق ولا حاجه، لانه لو ولعت الشبكه من فوق هيتلسع منك، هتحرق اللوفر منك. طبعا هتسالوني ده ليه فاتح وده ليه غامق. هنا الاول بعد ما سويت ده حسيت ان الشكل فاتح، فجيت مزوده معلقه كاكاو تاني، لان انتوا عارفين ان جوده الكاكاو مش حلوه. فزودت الكام واحده دول، قلت التجربه يعني مع نفس اللي هو، بس زودت معلقه لبن تاني. زودت معلقه كاكاو هنا، فاداني شكل احلى من ده زي بتاع الدكان بالظبط. فبعد كده نزود الكاكاو شويه، او نختار جوده كاكاو نظيفه. بالنسبه للحشو بتاعنا انا ما جهزتش حاجه النهارده. انا عندي ده قشطه كدابه، زودت عليها حبه شوكولاته، وهستخدمها النهارده لان خساره حاجه تترمي. هنا طبعا برضو للتزيين عملت قرطاس كده شوكولاته بيضه، سيحته طبعا بحبه زيت وكده، ده هنزين بيه. تعالوا نعبي مع بعض كده الوفر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح القرطاس الاول من هنا. بسم الله. بسم الله. القرطاس ده هيسهل عليا ان انا اعبيها. هعبي من هنا ومن هنا. بسم الله. اعبيها كويس عشان تبقى مليانه. بسم الله. خلاص كده يا حبايبي عبيناهم. تعالوا نزين كده تزيين خفيف. بسم الله. اي تزيين احنا مش هنبيعه، ده للاولاد، فبس عايزين نعمل له الشكل اللي هو في المحلات. دي شوكولاته بيضه اللي هي الخام برضو، اللي هي العاديه خالص. شكلهم بقى جميل ما شاء الله كده. 5 دقايق في التلاجة وهنطلع ان شاء الله نكسر مع بعضنا ونشوف القرمشه بتاعت الوفر بتاعنا. وده الشكل النهائي يا حبايبي للوفر بتاعنا اهو. رول وفر ملفوف ما شاء الله، بنشتريه يعني اقل حاجه 5 جنيه، 5 جنيه القطعه. بسم الله ما شاء الله، وحاجه جميله جدا ومش مكلفه. بسم الله ما شاء الله. يعني هيحبوها العيال ان شاء الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. وبألف هنا وشفا.